السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنعمل مع بعض كده إن شاء الله ميزانية 2700 جنيه في الشهر بالفواتير. طلبوها منا صديقتنا مادونا مجدي. تمام. يا رب بس ايه تعجبك إن شاء الله. اول حاجه طبعا هنبتدي بيها اللي هي الصدقه. طبعا ما نقص مالا من صدقه، الصدقه بتزيد المال مش بتنقصه، ما تلاقيش خالص يعني. وبعدين في ملاك بينزل كل يوم الصبح في الدنيا بيقول هل اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. يعني اللي بينفق ربنا ايه بيعوض عليه، اللي هو ايه انفقوا ينفق عليكم. ماشي. فنطلع الصدقه بتاعتنا حق ربنا عشان ربنا يرزقنا البركه ايه في كل حاجه من اللي ربنا رزقنا بيها. لان زي ما قلت لكم كتير، مش اللي بيفتح البيت مش ال1000 جنيه ولا ال2000 جنيه ولا ال10000 جنيه، لا، البركه بتاعت ربنا اللي بتفتح البيت. في ناس كتير قوي مرتباتها كبيره قوي ومع ذلك مش عارفه تمشي نفسها ولا عارفه تدبر نفسها عشان مفيش بركه في فلوسها. والدعاء ده نقوله كتير، اللي هم ارزقنا ايه البركه في كل شيء رزقتنا بيه، مع كل بركه بركتين. امين يا رب العالمين. لو انت بقى لسه ما اشتركتيش في القناه، يا ريت تشتركي في القناه بقى كده، تشرفينا باشتراكك في القناه. وده ما تنسوش بقى يا جماعه اللايك والشير، عشان اللايك بيرفع الفيديو بيوصل لناس كتيره، واي حد هيستفاد باي معلومه من المعلومات اللي في الفيديو يعني هتاخدي معايا الاجر والثواب. نبتدي بسم الله كده والصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اول بند معانا بند الفواتير. انا عامله لك الفواتير بتاعتك 500 جنيه في الشهر. طبعا انا مش قادره ازود لك عن كده عشان في بنود ياما، يعني البيت مفتوح، ففي حاجه طلبات ياما قوي للبيت. يعني ما احنا مهما عملنا الميزانيه برضو هتلاقي في ثغره كده ناسيينها، في حاجه ناسيينها، في حاجه خلصت ومحتاجه تكمليها. فانا مش قادره ازود لك الفواتير اكتر من 500 جنيه في الشهر. حاولي بقى توفري على قد ما تقدري في ميزانيه الفواتير. هنيجي بقى هيتفضل معانا من 2700 كام 2200 جنيه. 2200 جنيه دول هنعمل بيهم ايه؟ اول حاجه بند معانا بند الفطار والعشاء. هنجيب كرتون البيض ب 135 جنيه. ان شاء الله نحاول نمشي بيها نفسنا بقيه الشهر، معانا برضو بقيه الحاجات التانية. هنجيب مثلا 4 كيلو لبن ب 110 جنيه. انا حاسبه كيلو لبن على 28 جنيه. لو اللبن عندك ارخص من كده او جبت من فلاحين تاخدي الباقي بقى تزوديه في البند الاخير اللي احنا كاتبينه بتاع الجبن. تمام. زي ما قلت لكم كتير، هناخد اللبن ده هنغليه وهناخد منه الوش بتاعه نحطه في الفريزر، وبعد كده لما نجمع كميه حلوه هناخدها نضربها ونطلع منها الزبده، وناخد الزبده دي نسيحها ونعملها سمنه، وناخد الشرش اللي هيطلع منها هنعمل بيه المعجنات، هنحطه في اكياس في الفريزر ونطلع على قد ايه العجنه. كل عجنه هتحتاج مثلا كوبايه الا ربع او كوبايه، مع شويه زيت هتعملي منها المعجنات بتاعتك. لان اصلا الشرش ده بيبقى كله في حتت زبده صغيره كده، وكله طعم ريحه الزبده البلدي، فمش هتحتاجي اكتر من شويه زيت. تمام. وهتعملي بقى احلى معجنات هتنفعك في الفطار وفي العشاء. ومعانا طبعا الدقيق بتاعنا. هتاخدي برضو المرتة تضربيها برضو في مطحنة الخلاط مع حتة جبنة قديمة مع معلقة قشطة بتاعت هي وش اللبن. تنعميها كده عشان ما بتبقاش أحلى حاجة بصراحة. فهتنعميها بقى وتاخدي منها ايه اللي تعملي منها برضو تنفعك في الفطار وفي العشاء. تحطيها على فول تعمليها سندوتشات، هتبقى حلوة جدا في الفطار وفي العشاء. هنجيب برضو نص جبنة قريش ب35 جنيه. الجبنه القريش دي برضو هتحتفظي بيها في التلاجة وتسحبي منها على مدار الشهر. حطي على وشها شويه شطه، وحطي عليها ميه تكون مغليه ومبردها او ميه من الفلتر، وحطي على وشها شويه زيت على الميه بقى، على وش الميه شويه زيت، وحطيها في التلاجة تقعد معاكي الشهر كله. اسحبي بقى زي ما انت عايزه وتضافي كميتها بقى بالخيار والطماطم وكده. لو انت عندي بنوتك او ابنك ما بيحبوش الجبنه القريش، اضربيها في الخلاط، باخدي حته اضربيها في الخلاط مع شويه معلقه لبن بودره او معلقه قشطه وش اللبن، معلقه زبده، معلقه زيت حتى، واضربيها كده هتنعم. وطعميها باي طعم انت بتحبيه بقى. شويه بشر جبنه تركي فايزين عندك في العلبه كده، حتتين زيتون، هي بتاخد اي طعم انت بتحطيه، وهيبقى عندك احلى جبنه كريمي وموفره في البيت، هتنفعك برضو السندوتشات في الفطار وفي العشاء. هنجيب برضو فاكهه، اي نوع فاكهه هنعمله مربى. انا كان بالك 15 جنيه، بجيبه معاكي بقى كيلو الا ربع، نص كيلو، كيلو. لو جبتي البلح دلوقتي كيلو ب10 ب15. هتجيبي مثلا بلح هتعملي منه مربى مثلا، هيقعد معاكي لو جبتي كيلو هيقعد معاكي الشهر كله وزياده. هتجيبي بقى مثلا نص تين، اي نوع بتاع فاكهه انت بتحبيه مربى هتعملي منه مربى. حتى لو جبتي نص عنب وعملتيه مربى هيبقى حلوه جدا ومغذيه. كل المربات مغذيه جدا للاطفال، ومش لازم نكتر فيها السكر عشان السكر غالي. تمام. والفاكهه اصلا بتبقى مسكره فما تحتاجش سكر كتير. يبقى هنجيب نص فاكهه ب15 جنيه او كيلو نعملها مربى، وهتنفعك برضو في الفطار وفي العشاء. هنجيب ب10 جنيه غله اللي هي البليله،
اللي هي الغله اللي بتتعمل بليله. هنعملها بليله مع شويه لبن كده، وهتعملي منها كوبايه حلوه لبنوتك او لابنك في الصبح في الفطار وفي العشاء، وليكي برضو الكوبايه دي مشبعه جدا مع ساندوتش مثلا فول، لو جبنا عندك مثلا حداميسي فول او حاجه، او مع ساندوتش طعميه يعني او فلافل، او مع ساندوتش جبنه من اللي عملتيه ده مع كوبايه البليله دي، هتبقى وجبه حلوه ومشبعه جدا يعني، وفي نفس الوقت مغذيه جدا. هنجيب انا كاتبالك 100 جنيه بقى كده، هتجيب بيهم مثلا ايه جبن، شوفي النوع الجبن اللي تحبيه. هتجيبي مثلا ربع عسل اسود، هتحطيه جنب الوجبه بتاعتك كده، عشان العسل جدا مفيد. انت متابعه يعني، كانت فكرتني بيه، اسمها مريم، فهي كانت قايله لي على لو يعني تزودي العسل في الميزانيه، فانا كتبت لك مثلا هتجيبي ربع عسل اسود مثلا، وتاخدي مثلا تدي بنوتك كده وابنك معلقه الصبح كده، هتبقى حلوه جدا ايه، لانه كله حديد طبعا. او لو هتحط لها جنب الاكل تغمس كده يعني لقمتين. هنجيب برضو هنا الكبريت 100 جنيه، هتجيبي يوم الجبن بقى، شوفي انت الجبن اللي انت بتحبيها يعني. ممكن لو هتجيبي جبن اللي هي العلب، شوفي عايزه اجيب مثلا علبه اللي هي كيلو على بعضها، بتبقى عامل حوالي 60 70 في الحدود دي كده، اللي هي دومتي والحاجات دي يعني كده. في ان هي مش اللي هي النباتي بتبقى بحوالي 60 جنيه. في اللي هي الطبيعي بقى هتلاقيها ب 70 او حاجه و70. هتجيبي مثلا علبه منها هتكفيكي ان شاء الله الشهر كله مع الحاجات اللي احنا عاملينها دي. تمام. ممكن برضو تجيبي تجيبي علبه مثلا صغيره نص كيلو، وتجيبي مثلا ربع جبنه رومي، عشان ما نحرمش من ولادنا برضو من كل حاجه، تبقى كل يعني كل جيبي حتى لو بكميات صغيره، بحيث ان هم يبقوا ده كل حاجه. ممكن تجيبي نص جبنه تركي او جبنه رومي يعني، وتجيبي علبه جبنه نص كيلو. تمام كده برضو هتمشي نفسك بال100 جنيه دي، وحطي بقى الجبنه دي في الفريزر، واسحبي منها كل اسبوع طلعي كام حته كده جنب الحاجات اللي هتعمليها. يبقى احنا كده معانا طبعا كرتونه البيض، ومعانا اللبن، ومعانا اللبن ده طبعا للشرب بس. انا كاتبه لكم جبن لبن تحت واضح، اقول لك تعمليه ايه. انا كاتبه لك ال4 كيلو دول للشرب بس. معانا الجبنه القريش، ومعانا المربى، ومعانا الغله او اللي هي البليله يعني، ومعانا الجبن بتاعتنا والعسل الاسود. برضو معانا انت برضو هقولك افكار كتيره حلوه للفطار برضو وان شاء الله والعشاء، عشان كان في متابعه برضو طالبه مني افكار كتيره للفطار وفي العشاء. احنا معانا هنا الدقيق، ما هنجيب 3 كيلو دقيق طبعا، عشان انتوا عددكم 3 افراد بس. تمام. فهتجيبي 3 كيلو دقيق ب 54 جنيه. الدقيق ده هينفع في المعجنات في الفطار وفي العشاء. احنا معانا اللبن، احنا معانا طبعا لبن بودره تحت المعجنات. معانا اللبن مثلا هتعملي اي معجنات مع كوبايه شاي بلبن، هتبقى حلوه جدا في الفطار وفي العشاء. ودي على فكره من الحاجات الموفره جدا للفطار وفي العشاء، لان انت هتقومي تعملي كوبايه الشاي، ومعانا عندك القراقيش، عندك قرص طريه، عندك قرص مبسوسه، عندك اي معجنات عندك في البيت، هتعملي معاها كوبايه شاي بلبن. من الحاجات الموفره في الوقت والمجهود، وفي نفس الوقت توفره في الفلوس يعني. هو كيلو دقيق مع شويه زيت، معانا احنا بقى طالعين من اللبن الشرش ده هنعجن بيه، هتعملي احلى معجنات في البيت. تمام. وبدل ما تروحي تشتريها من الفرن، بتبقى طبعا انت لو جبتي ب 20 جنيه معجنات من الفرن مش هيكفوكي عشوه. لكن لو انت خدتي كيلو دقيق ابو 18 ولا ابو 19 جنيه ده، وعملتي منه شويه معجنات مع شويه زيت، هيقعد معاكي 3 4 ايام الكيلو ده، ممكن اكتر كمان على حسب بقى عدد الافراد الاسره، وهينفعك كويس جدا في الفطار وفي العشاء. فانا بحب جدا ان يبقى في علبه معجنات في المطبخ على طول كده، تفضل تعملي غيرها تفضل تعملي غيرها. وفي معجنات ما بتاخدش حاجه خالص، زي الفايش مثلا. الفايش ده من المعجنات ما بتاخدش غير معلقه زيت مع معلقتين زيت مع معلقه سمنه مع معلقه لبن بودره مع شويه ميه، وتعجني بيهم وتعملي احلى فايش. هينفعك برضو مع كوبايه شاي كده الصبح او في العشاء. فانت يعني ماشي نفسك بالمعجنات دي، هتوفر معاكي كتير قوي. معانا البيض برضو هتدخليه في حاجات كتيره. ممكن تعملي سنه كيكه برضو للفطار وفي العشاء. ممكن تعملي برضو الجبنه القريش دي، لو هتعملي عليها خيار وطماطم كده وتعمليها سندوتشات برضو، هتنفعك في الفطار وفي العشاء. ممكن لو انت برضو بدل الجبن دي تجيبي مثلا علبه جبنه نص كيلو، وتجيبي مثلا فول مدشوش مثلا ب 10 جنيه ولا نص او ربع حتى حسب ما انت عايزه، وتعملي شويه طعميه في البيت، او تعملي فول تدميس برضو اللي عملتي منه في الفطار في العشاء سندوتشات. برضو هتنفعك كتير جدا. على فكره السندوتشات من الحاجات الموفره في البيت يعني، غير لما تحطي الاكل كله كده ما يبقاش فيه بركه، غير لما تعملي سندوتشات يعني هتوفر معاكي كتير، تبقى انت بتعمليها بنفسك وعارفه نفسك بتحطي ايه. فبرضو السندوتشات ممكن تعملي سندوتشات فول في العشاء ومعاها مثلا خيار. ممكن تعملي سندوتشات طعميه ومعاها تقطعي معاها وحدتين خيار او طماطم لو الطماطم رخصت. هي ان شاء الله هترخص قريب جدا باذن الله. ممكن برضو تعملي سندوتشات، قلنا جبنه قريش والطماط والفول والطعميه. ممكن تعملي سندوتشات مربى مثلا، ممكن تعملي واحد مربى مثلا واحد فول، نوعتي حاجه حلوه مع حاجه حادقه. فدي افكار كتيره في الفطار والعشاء. ممكن تعملي سندوتشات بطاطس محمره يعني، ممكن تجيبي مثلا بال100 جنيه دي تجيبي نص كيلو جبنه، وتجيبي مثلا بطاطس او بدنجان، الناس اللي بتحب بطاطس وبدنجان في الفطار وفي العشاء. ممكن تجيبي جبنه قديمه وتقطعي عليها خيار وطماطم. فانا بقول لك على افكار كتيره تنفعك ان شاء الله في الفطار وفي العشاء.
فانا عامله لك بند الفطار في العشاء 400 جنيه. هندخل على بند الخزين. بند الخزين هنجيب 3 كيلو رز ب60 جنيه، وهنجيب 3 كيلو مكرونه ب60 جنيه. دخلي فيهم بقى برضو الشعريه، انت طبعا عندك تموين فحاولي تجيبي من التموين بتاعك السكر والزيت، وتجيبي مثلا الشاي، ولو تقدري تجيبي مثلا كيس شعريه عشان تضاعفي بيه كميه الرز. وبرده الشعريه من الحاجات اللي بتبقى حلوه جدا في الفطار وفي العشاء، لان انت ممكن تحمريها وتحطي عليها معلقه سكر كده وتبقى، او معلقه عسل اسود، تبقى مفيده جدا برده بالعسل الاسود لاولادك، او تحطي عليها لبن. تمام. هنجيب قلنا 3 كيلو مكرونه ب60 جنيه، هنجيب 3 كيلو دقيق ب54 جنيه. الدقيق زي ما قلت لكم من الحاجات الموفره جدا في الفطار وفي العشاء عشان المعجنات. تمام. هنجيب سمنه او زبده ب90 جنيه. لو انت جبتي بقى زبده فرن هيبقى يدوب ال90 جنيه دول. لو انت بقى جبتي سمنه كريستال او صاني او جنه هتبقى مثلا بحاجه و60، 68 او 66 وكده، والباقي تجيبي بيهم باكو سمنه اللي هو ب21 جنيه، اللي هو بقى جيبي اي نوع بقى انت بتحبيه من السمنه النباتي العاديه. يبقى عندك سمنه وزبده يقعدوا معاكي طول الشهر. الشهر اللي وراه هيفيد بقى معاكي برضو، السمنه ممكن تفيد معاكي، يبقى تجيبي قالب زبده بس وتاخدي الباقي تدخليه في اي بنت تاني. يعني انت مثلا حتى لو انت باكو زبده ده هيكفيكي طول الشهر، خلاص ما تجيبيش السمنه، مشي نفسك بباكو الزبده ومعاكي بقيه ال90 جنيه دول بقى هيفيد معاكي مثلا حاجه و20 جنيه، دخليهم في اي بند تاني كنا انا قصرت فيه او نسيته، او دخليه بند اللحوم. تمام. هنجيب برضو توابل ب30 جنيه. هنجيب بقى من كل نوع بتستخدميه 5 جنيه، بس الفلفل الاسمر هتجيب 10، عشان الفلفل الاسمر ده من اكتر الحاجات اللي احنا بنستهلكها يعني في الخضار. يعني اهالينا زمان كانوش بيطبخوا لا بصل باودر ولا توم باودر، كان هو ملح وفلفل اسمر. فانت هتجيب 10 جنيه فلفل اسمر، وهتزودي بقى ب5 جنيه من كل نوع. لو خلصوا معاكي بقى فانت معاكي بقيه فلوس الزبده، مثلا الفضل حاجه و20 برضو زودي بيهم التوابل. هنجيب بقى علبه صلصه ب15 او 16 جنيه على حسب الاسعار عندك. ده هتنفعك برضه عشان احنا الطماطم غاليه اليومين دول، فهتعززي بيها الطماطم. هنجيب برضه هنا لبن بودر ب20 جنيه. اللبن البودر ده هينفعك في هتحطي تعملي منه مكرونه بشاميل، هتعدي على كوبايه الميه معلقتين صغيرين لبن بودر، سواء في كيكات بقى، سواء في المعجنات، سواء في المكرونه في البشاميل يعني. فده هيفيدك جدا، هيوفر معاكي كتير قوي في بند اللبن. عايزه اقول لكم والله معلومه ان انا يعني ناس كتير قالت لي خشي على القناه دي شوفي، بتقول نفس الكلام انت بتقولي، فلقيت قنوات كتيره، قنوات كبيره ومعروفه جدا ومشاهداتها بالالوفات، وقنوات كتيره صغيره برضو بيقولوا كل الكلام اللي انا بقوله، يعني اخدوا مني حكايه اللبن البودر مثلا، حكايه اللي هو اللبن والشرش والحاجات دي كلها. في افكار كتير قوي بقولها، بلاقي قنوات كنت فعلا لما دخلت لقيتهم بيقولوا كل الافكار بتاعتي. انا مش زعلانه طبعا، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم وحسناتهم وتوصل، وكل اللي هيوصل لهم المعلومه دي انا هستفاد طبعا منها يعني بالاجر والثواب يعني. والله من غير اجر وثواب يعني كفايه الناس هتستفاد بالافكار يعني. ماشي. هنجيب قلنا اللبن البودر بحوالي 20 جنيه. هنجيب الفانيليا، هنجيب فانيليا وخميره وبيكنج باودر وملح ب40 جنيه. هتجيب مثلا علبه الخميره اللي هي 100 جرام، الخميره بحوالي 12 جنيه، والبيكنج باودر بحوالي 22 جنيه برضو ال100 جرام. ما تجيبيش البواكي عشان البواكي هتبقى غاليه ومش هتسعفك طول الشهر، لكن دول بيقعدوا معاكي، ممكن يقعدوا معاكي شهرين كمان على حسب استخدامك يعني. فدول بيبقى فيهم بركه، بيقعدوا فتره طويله. الحاجه بتبقى على بعضها بتبقى فيها بركه اكتر يعني. وملح، وهنجيب فانيليا، وشوفي بقى هجيبي خل او حاجه كده، يبقى معاكي 40 جنيه للرفايع دي بقى اللي هي بقيه الخزين يعني. فانا عامله لك الخزين كده 370 جنيه. ماشي. هندخل على بند المنظفات. هنجيب بقى مسحوق ب50 جنيه. هتجيبي مثلا نص مسحوق سايب او كيلو مسحوق سايب مثلا، ومعاه واحد مثلا اوكسي او حاجه، وتخلطي الاتنين على بعض، وزودي عليهم بقى معلقه ملح ليمون او معلقتين ملح ليمون مع معلقتين اللي هو البيكنج صودا ده اللي هي كربوناتو، مع كيس ملح خشن، هيخلي الغسيل بينضف معاكي جدا، وهتضاعفي الكميه، وهيبقى قاعد معاكي كميه الوقت اطول يعني. لان المسحوق ده احنا هنستخدمه في الغسيل بس. هقول لك الهدوم الغامقه ده هتستخدمي لها هنجيب واحده فيبا ب12 جنيه. الفيبا دي هتجيبيها مثلا من اللي هي دلوقتي نازله عند فتح الله، اللي هي الازازه دي ب12 جنيه او 12 ونص. دي عشان تقعد معاكي الشهر كله. هتعملي هتجيبي نص مسحوق من السايب ب2 جنيه او ب2 جنيه ونص، وخلي بقى السايب ده للتنظيف بتاعك. هتحطي مثلا ازازه تاخدي ازازه قديمه عندك او ازازه الفيبا القديمه، حطي فيها شويه سايب مسحوق من السايب
شويه كده، مثلا فنجان من السايب مع فنجان كلور، وحطيهم لازازه بيهم ميه واغسلي بيهم بقى الاحواض الارضيات. يعني مثلا انت الصبح وانت في الحمام رش كده على الحمام كله، وصابين الحمام كله بقى كده بحته سلك او بحته ليفه تكوني سايباها للحمام. ودي خليها بقى ايه للتنظيف الحمامات والارضيات والحاجات دي كلها، وتوفر معاكي في الفيبا ده. خلي الفيبا بقى ده او الحاجات دي بس للغسيل الايد عشان ايدك بس ما تبص ان اللي هو السايب يعني. لو انت بقى عايزه توفري وتجيبي من السايب هتجيبي اللتر او ما انت كده كده هتجيبي 2 لتر في الشهر او اكتر كمان بال 12 جنيه. لكن انت لو جبتي الفيبا دي ب 12 جنيه هتقعد معاكي الشهر كله لو انت عملتي جبتي من السايب للتنظيف، وخلي ده بس للمواعين. تمام. وبرضه في نفس الوقت جبتي حاجه نضيفه مصانع وحافظتي على ايدك. هنجيب برضو هاند ووش ب25 جنيه. هتجيبي برضو يعني في فتح الله بيبقى نازل عروض كتير على الهاند ووش، فحاولي تنقي نوع رخيص يعني. وفي بقى ساعات بينزل عروض كتيره ب20، ساعات بتلاقي مثلا ب22، في اكتر طبعا ب25. بس انت حاولي تجيبي ايه، هي مش هتفرق الانواع يعني، فانت حاولي تجيبي اي نوع بيكون بحوالي 25 جنيه. هتجيبي دوني ب8 جنيه، اللتر دوني ب8 جنيه. الدوني ده هينفعك في ايه؟ في ان انت هتوفري في المسحوق بتاعك بانك هتغسلي بيه الهدوم السوداء. يعني هدومك السوداء مثلا اللي هي مش محتاجه مثلا غسيل ياما، يعني ما يكونش فيها بقع ولا فيها حاجه، هدوم خروج مثلا كده سوداء او غامقه مش محتاجه غير ان هي تنضف بشويه ميه، فهتحطي معاها في الغساله شويه دوني وتشغلي عليها الغساله، وهتبقي وفرتي في المسحوق بتاعك كتير قوي يعني. وفي نفس الوقت ما الهدوم السوداء ما جربتش معاكي وغيرت من ايه من المسحوق بتاعك. هنجيب بقى ايه ممكن برضو من المسحوق بتاعك عشان توفري تجيبي ايه. انا كنت عامله لكم قبل كده على قناه باهي ده حلو برضو جدا على فكره، اللي هو بيعمل لك صابون، بيعمل لك اللي هو برسيل جل السايب يعني اللي هو السايل. فانت ممكن تجيبي مسحوق ده ب 35 جنيه باهي ده، هتجيبي 35 جنيه هيعمل لك 7 لتر هيكفيكوا طول الشهر وزياده. تمام. هنجيب برضو هنا كلور وليفه وسلك، كل حاجه منهم ب5 جنيه، عامل معايا 15 جنيه. تمام. هتجيبي كده عامل المنظفات بتاعتنا عامله 110 جنيه. انا بقول لك افكار برضو، انت شوفي الحاجات اللي بتريحك يعني، وانت برضو تعملي شوفي انت المسحوق اللي برضو المتعوده عليه، فانت برضو ايه هاتيه يعني. هندخل على بند الخضار والفاكهه. انا عامله لك بصي هتجيبي للخضار والفاكهه، انا عامله لك الخضار والفاكهه 420 جنيه. تمام. هنقسمهم ازاي 420 جنيه دول طول الشهر؟ هنقسمهم مش هننزل السوق كل اسبوع، لا هننزل السوق كل 10 ايام. انت لو نزلتي كل يوم هتصرفي سواء في الفطار او في الغداء، يعني لو جبتي الجبن بتاعتك كل يوم هتصرفي ياما قوي. لو انت جبتي الخضار بتاعك والفاكهه بتاعتك وكده نزلتي السوق كل يوم هتصرفي، لان كل يوم هتشتري حاجات. فانت حاولي تقللي نزولك على قد ما تقدري، كل ما قللتي نزولك للسوق كل ما قللتي مصاريفك. يعني انت دلوقتي مثلا انا عامله لك 420 جنيه دول هتنزلي بيهم 3 مرات في الشهر، يعني هتجيبي الخضار بتاعك كل 10 ايام. تمام. يعني كل 10 ايام انزلي هاتي الخضار بتاعك والفاكهه بتاعتك. لكن انت من رايي يعني ان هتجيبي الخزين بالشهر، وهتجيبي المنظفات بالشهر، واللحوم بالشهر، تبلي حطي في التلاجة. برضو الجبن والحاجات دي برضو هاتيها بالشهر، واللبن برضه عشان تاخدي القشطه بتاعته كلها مره واحده، وتعمليها السمنه بتاعتك بتاعت الشهر من اول الشهر كده اعملي كده. فجيبي كله كده، حتى الجبن انا بحطها في الفريزر وتسحبي منها زي ما انت عايزه. الجبنه البيضاء، الجبنه الرومي، اي جبن حطي في الفريزر واسحبي منها، قسميه كده في اطباق وحطي في الفريزر واسحبي منها. تمام. هو بس اللي هتجيبيه بالشهر عندي السمك والخضار. اللي هتجيبيه بالاسبوع اللي هتجيبيه بالاسبوع السمك والخضار. هنجيب انا كاتبالك بقى هنا هتجيبي كل 10 ايام مثلا هتجيبي بطاطس ب20 جنيه ايا كان سعرها بقى، ونمشي نفسنا بيهم. يعني انت البطاطس برضه عشان تكفيكي وتبقى فيها بركه كده، ما تقطعيش البطاطسيه تخين، قطعيها رفيع لو هتعمليها صينيه، وما تقطعيش بالعرض، قطعيها بالطول. ولو هتعمليها برضو صوابع قطعيها بالطول وقطعي صوابع رفيعه، هترمي معاكي كميه كبيره. هنجيب 1.5 كيلو. معلش يا جماعه احنا لازم نتعلم التوفير، والله الواحد بيعصر دماغه عشان طلع لكم افكار للتوفير عشان الظروف اللي احنا فيها دي يعني، عشان نمشي الدنيا يعني. هنجيب بطاطس ب20 جنيه، هتجيبي مثلا 1.5 كيلو، 2 كيلو الا ربع، 2 كيلو على حسب برضو ايه الاسعار عندك. مش لازم تجيبي بطاطس كبيره قوي، ممكن تجيبيها وسط يعني، هي دي نفس دي بس الحجم اللي هيفرق يعني. وانا عن نفسي ما بحبش البطاطس الكبيره قوي، تبقاش حلوه من جوه، تبقى شيخه وكده يعني، تبقاش تحسيش ان انت عندك بطاطس كتير مبقاش فيها بركه. فبتجيبي البطاطس كبيره ايه الوسط. هنجيب طماطم ب20 جنيه برضو ان كان سعرها، هي لو هي لسه هي دلوقتي نزلت شويه الحمد لله يعني، ب 13 وب 14 وب 15. ما اعرفش بقى عندكم في منطقتكم ايه اسعار ايه، بس هي في الحدود دي. هتجيبي مثلا 1.5 كيلو، 1.5 كيلو بال20 جنيه. وانا كاتبالك صلصه طبعا هتزودي بقى كميه ايه طماطم، والطماطم تضربيها في الخلاط تزودي معاها يا حته بنجر طبعا تزودي القيمه الغذائيه بتاعتها، يا اما شويه بابريكا لو ما عندكيش بنجر.
برضو الطماطم لما تجيبها ما تجيبش الحجم الكبير، هاتي الحجم برضو ايه ما تكون ايه وسط كده او صغيره، عشان لما تيجي مثلا تحطي على جبنه قريش او على سلطه او حاجه هتعملي مثلا حاجه صغيره كده، ما تاخديش نصها وترمي والنص ده تحطيه في التلاجة وتقولي هسحبه بعدين ويبوظ منك ويترمي حرام. الحاجه غاليه نحافظ ايه على الحاجه على قد ما نقدر يعني. برضو الطماطم لو جبتيها طريه، لو انت جبتيها رخيصه وجبتيها طريه ما تجيبهاش اللي هي ايه فيها حتت سودا، يعني ممكن تجيبها طريه تضربيها في الخلاط على طول وحطيها في الفريزر وصلصيها حطيها واسحبي منها عشان ما تبص منك، وسيبي بس كام واحده للسلطه او قطعتي على جبنه او حاجه. لو بس ما تجيبيش بقى عشان تقوليش اوفر وتروحي تجيبي طماطم مثلا رخيصه شويه بس هتجيبي فيها حتت سودا او فيها حتت ضربه وتقطعي وترمي، لا انت كده ما وفرتيش خالص، انت كده بوظتي الميزانيه بتاعتك. فالتوفير لازم تكون ايه نفكر يعني بالعقل كده يعني، مش عشان اوفر انا اجيب حاجه رخيصه وبايظه وارمي نصها، لا ده مش توفير خالص يعني. تمام. يبقى كده هنجيب طماطم ب 20 جنيه، هنجيب بصل ب 15 جنيه، سواء البصل بقى ب 25 باكتر باقل هنجيب ب 15 جنيه بصل. هتاخدي البصل ده هو هيبقى حوالي نص كيلو، نص كيلو شويه، هو نص كيلو ب 12 ونص. هتاخدي البصل ده بقى عشان يقعد معاكي طول الاسبوع، انا كاتبه لك البصل ده ل 10 ايام، عشان يقعد معاكي ال 10 ايام ويفيد كمان هتاخدي البصل كله اضربيه في الكبه وحطيه في اكياس تلاجة وبططي الكيس كده واكسري حته على قد الاكله بتاعتك، مش لازم نكتر في البصل خالص اليومين دول. تمام. هنجيب برضو يبقى كده خلصنا من البصل، هنجيب برضو خيار مثلا فلفل وليمون ب 15 جنيه، لو انت بقى مالكيش في في الفلفل والخيار والكلام من ده هتجيب ال 15 جنيه على 40 جنيه بتوع الاسبوع، يبقى كده انت معاكي خضار الاسبوع 65 جنيه. تمام كده معاكي 55 جنيه. تمام، غير البطاطس طبعا والطماطم والبصل. هنا بقى هتجيبي الخضار بتاع الاسبوع منك 40 جنيه، هتجيبي مثلا ايه كوسه، هتجيبي دنجان، هتجيبي ملوخيه، هتجيبي نص باميه، شوفي انت الخضار هتجيبي مثلا ب 10 جنيه بكليات، اي خضار بقى انت شوفي هتكوني عامله المنيو بتاعك بتاع ال 10 ايام وعارفه هتطبخي ايه وهتجيبي بيهم بقى. تمام. ممكن برضو لو انت جبتي الخضار بتاعك وعايزه وفاض معاكي فلوس عايزه تزودي كميه الطماطم او كميه البصل فايه ممكن تزودي منه. انا عامله لك للفاكهه 30 جنيه دلوقتي، في مثلا البلح نزل رخيص، يعني البلح دلوقتي ب 10 ب 15، هتجيبي مثلا بلح، هتجيبي جوافه، الجوافه برده ب 10، هتجيبي بلح هتجيبي جوافه كده، فانا عامله لك للفاكهه 30 جنيه. وبرده معانا اللبن والبيض ممكن نعمل ودي نعمل حلويات. معانا للحوم هنجيب مثلا هنجيب نص كيلو مفروم ب 105. هندخل بقى كده ايه على بند اللحوم، هنجيب نص كيلو مفروم ب 105، يعني عندها اللحمه 210، طبعا اللحمه في امان دلوقتي كلها ب 210. تمام. هنجيب نص كيلو مفروم بكام؟ ب 105. هنجيب طبعا المفروم بيدخل في حاجات كتيره جدا، يعني ممكن تعملي منه مثلا تعصجي حبه تحطي على الخضار، لو انت ما عندكش لحمه تطبخي بيها تحطي معلقتين 3 على الخضار بتاعك اللي انت طبخاه، سواء بقى كوسه بسله باميه اي حاجه يعني. ممكن تاخدي برضو تعملي منه حواوشي، ممكن تعملي منه كفته داوود، كفته رز، كل الكلام دوت، فالمفروض بيدخل في حاجات كتيره جدا. هتجيبي نص بانيه ب 80 جنيه، النص ده برضو هتقسميه بقى على مرتين على 3 على حسب ما انت عايزه، بس قولي وانت بتجيبيه قولي للراجل قطعه لك ايه طرنشات رفيعه بحيث ان هو يرمي معاكي كميه اكبر. تمام. هنجيب نص لحمه ب 105، يبقى معانا نص مفروم ونص بانيه ونص لحمه، وهنجيب فرختين ب 250 جنيه. تمام. هناخد برضو الفرختين دول معانا، برضو هناخد الكبد والقوانص بتاعتهم تعمليهم بقى مع شويه مكرونه، تعمليهم برضو ايه مع رز كده بالخلطه مع شويه، وتعملي جنبهم شويه ملوخيه كده يعني. ممكن تزودي عليهم برضو ايه شويه كبد فراخ، يعني انا عامله لك برضو 60 جنيه، هتجيبي 60 جنيه دول يا اما هتجيبي نص كبد فراخ، يا اما هتجيبي نص كبده اللي هو ايه من عند امان الكيلو برضو ب 120، هتجيبي نص كبده يعني ب 120 جنيه. برضو ممكن تجيبي عملات للسمك 200 جنيه، هتقسميهم بقى زي ما انت عايزه، لو جبتي بولتي مش لازم نجيب الحجم الكبير قوي، هنجيب مثلا حجم يكون وسط يعني. تمام. برضو هتجيبي ممكن تجيبي سمك بحر، سمك البحر من الحاجات المغذيه جدا جدا يعني اكتر من السمك البلطي، فهو مفيد جدا ومغذي، فممكن تجيبي سمك بحر. الكيلو مثلا بيبقى عامل 70 80 50 على حسب بقى النوع وعلى حسب الحجم بتاعه. تمام. برضو هو بيرمي كميه كبيره فبيبقى برضو من الحاجات الموفره. ممكن تجيبي برضو مره سمك بحر، لو جبتي سمك بحر هتجيبي مثلا لو عملتي 100 جنيه مثلا جبتي سمك بحر منها هتجيبي بالباقي رنجه، يبقى كده عملتي وجبتين بال 100 جنيه. تمام. ممكن تجيبي مثلا مره سمك بوريه كبيره مثلا وتقطعيها طرنشات، او سمك مزالي وتقطعيها طرنشات وتعمليها مع صينيه بطاطس مع شويه رز، برضو هتبقى اكله حلوه ومشبعه. تمام. فانت برضو ايه انا سايبك 200 جنيه للسمك، قسميهم بقى زي ما انت عايزه.
عايزه تجيبي السمك بقى بالشعر وتحطي في الفريزر، عايزه تجيبي بقى اليوم اللي هتنزلي في السوق مثلا، فايه براحتك. هنجيب برضو برضو انت ممكن بدل الفراخ ممكن تجيبي مثلا وراك، كيلو وراك مثلا وفرخه، ممكن تجيبي مثلا كيلو وراك واجنحه مثلا. تمام، فانت قسميها برضو زي ما انت عايزه. انا بقول لك على الافكار برضو، وانت ايه تشوفي انت انت وولادك يعني بتحبوا ايه. هتجيب برضو نص صدق ب 105 برضو، هتجيبي الصدق من برضو من امان. تمام، يبقى هنجيب الصدق وهنجيب نص صدق ونص بانيه ونص مفروم ونص لحمه وفرختين وكبد او كبده فراخ، وهنجيب 200 جنيه سمك. كده معانا اللي عملك للحوم 900 جنيه. تمام، برضو انت نوعي. لو جبتي صدق برضو ده نص كيلو، ممكن تاخدي ربع تعمليه على صينيه بطاطس وتعملي شويه رز، تبقى اكله حلوه جدا وموفره برضو. وممكن وتاخدي بقى الربع التاني تعمليه مثلا مره حواوشي مثلا 3 افراد، فالربع ممكن يكفيكوا حواوشي. ضعفيه بقى بالطماطم وبالفلفل الالوان او فلفل الكوبي، فلفل حامي، مع شويه جبن كده عندك، فايه ضعفي كميتهم بالحاجات دي وقلبيهم على بعض وحطيهم في عيش، في عيش بقى كده، اعملي منه الحواوشي بتاعك. وممكن ربع تاني تاخديه ممكن تعملي مثلا منه اللي هو فاهيتا الصدق، تحطي معاه فلفل الوان مع بصل، الكلام من ده كله بتزود الكميه بتاعته. فانا قلت لك ايه على افكار كتيره اهي، وشوفي ما انت ايه الافكار اللي انت ايه بتعجبك. يا ريت بقى كده اللي لسه مشتركش في القناه اشترك في القناه وضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه جديده بنزلها. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.